السلام عليكم. اليوم راح نسوي إن شاء الله أكلة تشاينيزية، دجاج بالسمسم. المواد اللي راح نستعملها اللحم مالت الأفخاذ طلعته من العظام، وهنا عندنا خاشوقتين ستارش، خاشوقتين طحين مخلي عليه بابريكا شوية، بياض البيض، صوص، فلفل أسود، ملح. يلا نخلط المواد كلها. دب الطحين كل شيء نخلط، نختمها بالماء. صوص خاشوقة من هذه ملعقة واحدة، شكر براون وكاتشب وأويل مال السمسم، دهن السمسم، صويا صوص وشوية عسل ورايس فينيجر. زين، مواد راح نخلطهن، بس اكو تنبيه، هذا رايس فينيجر خل التمن، يصيحوا له خل التمن اول مرة استعمله، يستعملونه للدجاج. هاي المواد ابقى اخلطها هيجي كله زين، وراح اثرم هنا سنين ثوم ابرشن على الصوص. هاي سمسم على الصوص. بس عيوني حميت الطاوة، خليت هاي شوية من نفس هذا الماء مالته تنقل. ونفس النار طبعا اكيد. هاي اكلة كلش طيبة مكسيكية، يصيحوا لها دجاج بالسمسم، وانا خاف على الكرونديز طبعا من الاكل المطاعم، لذلك حتى اللي اقليلهم بيه مرة واحدة اقليلهم ما عندنا، انا شفنا كله زين، قلت لكم كل فترة يلا اسويهم، والباقي كيفكم بعضات. بس هي اكلة كلش طيبة، وخلونا شوية نستغنى عن المطاعم ترى اذتنا. هسه احنا بميشيغان والله ما ناخذ مطعم، ما نشتري اي شيء من المطعم الا اذا كان عندنا موعد، بس كل شيء استغنينا عنه. حتى القاص اليوم انا اشتريت قاص من كان عندي موعد وما لحقت، حتى القاص استغنينا عليه كل شيء. بس الكباب العراقي وين اقدر هسه نبقى نقلب فيه. طبعا صار وياه اكثر من 7 دقائق من كل كريسبي. بس سويت هذه الوجبه بعدني يعني اشتغل بيها. الوجبه الثانيه اللي هنايا هذه خليت فيها بعد خاشوقتين ستارش، وخليت خاشوقتين طحين عم بشويه يصير اكثر ثخينه، لان هاي مقادير تشاينيزية، خليت مقاديري. يلا ان شاء الله تنجح تمام ان شاء الله. هنا الحمد لله بدا يصير كريسبي اكثر، خليته على النص. شفتوا ايدي بهذا الوقت كله ما عدته ابد. خلي اولادنا ياكلونهم اكل بيها خير ان شاء الله. دائما اقول بيها خير خطيه، لان اكل المطاعم كله تعبان والله. شفتوا شلون بدا يتغير. طبعا هذا المقادير مالت التشاينيزي نفسها زين، بس انا هاي مقادير زيدت عليها شويه، وان شاء الله الكل ينجح. يلا ابقوا وياي، راح اطول الفيديو شويه على مود تستفادون. شوفوا طول الوقت اني اقلب فيه، هاي تقريبا 7 دقائق كلها اني اقلب فيه. طلعت الدجاج، راح اخليه يبرد 5 دقائق، والنار هنا نصيتها كلش. ارجع مره ثانيه اقليه مره ثانيه على مود يبقى كريسبي. هنا ورا 5 دقائق خليته يبرد، راح ارجع الدجاج مره ثانيه اقلب. عم بيصير اكثر كريسبي يعني مقسم. همتين عيوني ابقى اقلب فيه نفس الشيء، كل دير بالكم عليه. تقريبا دقيقتين ونص شوفوا صار اكثر كريسبي. شوفوا زين. هاي اكلات الشباب خطيه، خلونا وياهم ولا يروحون للمطاعم، ما يخالف، هم تجديد وهماتين اكلتهم ياكلوها. احنا لازم هماتين نعيش بزمانهم، مو كله تمن ومرقه وهيج. يلا هسه نطلعه ونخليه بالصوص. الخطوه الثانيه هنا عيوني حطينا نخلط بيه، نجمعه كله، راح كله يتنقع. او ارجع على النار، بقيته على النار ارجع اخلط فيه زين من هذا ما يرجع. طبعا الريحه عجيبه، والشغل صار نفسه يعني. والله كلش افرح لما اشوف هيك خطيه ولدنا زين. وهنا يكمل الطبق مالنا الحمد لله والشكر. ان شاء الله صحه وعافيه، يدللون اهل الكرون ديزيز وحساسيه الحنظر.